هاي يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا جايه النهارده اعرفكم ازاي تحطوا اي شادو بطريقه حلوه وسهله وبسيطه، وفي نفس الوقت طريقه ترندي جدا وشكلها شيك وجميله وناس كتيره طلبتها مني. لو انت بنوته عندك مناسبه وحابه تظهري بلوك جديد مختلف، تابعيني. هعلمك النهارده تعملي اي شادو بطريقه حلوه وجميله، طريقه الكات كريس. بنات كتير طلبتها مني، بيكون شكلها حلو جدا، وممكن كمان ما نحتاجش نروح عند ميك اب ارتست نعملها. يلا بينا نشوف عملي ازاي هنقدر نعمل الاي شادو بالطريقه اللي قلت لكم عليها، اللي هي طريقه الكات كريس. اول حاجه انا هنا مخلصه البشره تمام. هنبدا ناخد لوز باودر بالشكل ده ونحط كده تحت العين عشان لو في اي شادو وقع او حاجه ما يعلمش في البشره. اول حاجه بعملها بحط برايمر للاي شادو. البرايمر ده عشان يثبت اللون اكتر. اول حاجه عايزين نعرفها يا بنات، احنا بنحط الاي شادو فين؟ اول حاجه عندنا كسرة الحاجب دي بنحط عليها الهايلايتر ومش بنحط عليها اي شادو خالص. تاني حاجه الجفن هنا ده كده اللي هو الجفن الثابت. تالت حاجه المنطقه دي اللي هي الكريس، دي اسمها الكريس اللي هي كسرة العين. المنطقه دي ده كده الجفن المتحرك، ده اللي بنحط عليه الجليتر او بنحط عليه الشيمر. اول حاجه هنبدا بلون انتقالي اللي هو افتح لون في الباليت، اللي هو مثلا الدرجه دي احنا هنعمل بنيات. نوزع الاي شادو بطريقه دائريه بالشكل ده. ممكن نطلع بره شويه. الفرشه بتكون بالشكل ده فلافي، وبعد كده بنجيب فرشه اصغر، بنروح ونيجي كده ندمج وبنسحب على بره بالشكل ده. برجع تاني الفرشه اللي استخدمتها في الاول وبدمج الخط اللي انا عملته بتاع الكريس. الفرشه ببقى ماسكاها من الاخر. انا اخدت البرايمر تاني وهنعمل قط. نحطه كده، بصي فوق، ارفعي عينك قوي، بس بصي تحت تاني. مكان الخط ده معلم كده هعمل القط بتاعي، هيطلع مظبوط قوي بالشكل ده كده تمام. وبوصله للاخر برضو. بعد ما عملت القط بدمجه بالشكل ده عشان هثبت. احط لون مط بفرشة فلات. اخدت اللون الانتقالي تاني اللي انا بدأت بيه، وهبدأ اعيد تاني الاي شادو من فوق كده بالشكل ده. وده يعتبر القط كده، القط كريس كده خلص معانا. هنبدأ نحط رموش، وممكن لو عندنا سهرة او مناسبة نحط جليتر. تعالوا اقولكوا نحط الجليتر ازاي. انا هجيب جليتر جل شبه ده كده وهبدأ اعمل خط رفيع في المنطقة دي كده. هجيب جليتر لوز كده واثبت بيه اللي انا حطيته ده. وده كان الفاينل لوك النهارده للكات كريس اللي احنا عملناه. لو لاحظتوا الفرق بين العينين هتلاقوا العين اللي معموله الكات كريس مسحوبه اكتر وشكلها اوسع وشكلها احلى. وده كان الفاينل لوك النهارده لشكل عينيها للكات كريس. لو عجبكم شكل عينيها اكتبولي في الكومنتس.